ليه مسلسل موضوع عائلي قلب السوشيال ميديا؟ وبعد ما اتعرض آخر حلقتين من المسلسل يستاهل كل القلق ده؟ مسلسل موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي اجتماعي، وعشان عائلي لازم يكون فيه شوية دراما. الموضوع ابتدى من أيام الجامعة. اللي ما شافش الموسم الأول والتاني أو اللي ناسي الأحداث هحكي لكم القصة سريعاً. المسلسل بيحكي عن إبراهيم اللي هو ماجد الكدواني، فجأة بيكتشف إن هو أب وعنده بنت عمرها 20 سنة. نعم. المهم إن أنت فهمت قصدي. ما يعرفش عنها أي حاجة ولا هي تعرف إن هو عايش أصلاً. بعد ما مامتها بتتوفى بيبتدي يتقرب منها ويساعدها في مشاكل بتقع فيها من غير ما تعرف إن هو باباها، وبتعيش وبتتدفى في جو عيلة إبراهيم وبرضه من غير ما تعرف إن هم عيلتها. بس بقى افتكرها بقى، مش طبيعي برضو إن أنت تخش تعمل لها لاف على الكومنت. عمل لها لاف؟ عمل لها لاف. بعد كده في الموسم الثاني وبعد ما عرفت سارة أو رنا رئيس إن إبراهيم باباها، بتعيش مع عيلتها وبتبتدي تدخل في قصة حب ابن عمتها حضرتك اكيد والد ساره. حسن اللي بيعمل دوره طه الدسوقي. يا جماعه انتوا واقفين حيطه ليه؟ في حد هيشوط فاول؟ لا. وبيكتشفوا إن إبراهيم عنده مرض خطير وممكن ما يعيش لحد يوم فرحها. يعني خلاص هنسى بنتي وهنسى عيلتي وهنسى حياتي. وفي الآخر بتتجوز حسن ابن عمتها. المسلسل ده كان بداية 2 من أهم الممثلين الكوميديين الموجودين دلوقتي. يعني قبل ما أقول حتى زينب إيه تفاصيلها، كانت أكبر تحدي يقابلني في الفترة دي وهم سما إبراهيم ومحمد رضوان أو زينب ورمضان حريقة. ربنا يكفيكي شر المرض. بتلعب كده وانت نايم على بطنك؟ ايه كنت بتسحب؟ كان في قناص راقمني من فوق. من الموسم الأول ولحد ما خلص الموسم الثالث، موضوع عائلي في المركز الأول من أفضل 10 مسلسلات طول فترة عرضه على منصة شاهد. في الموسم الثالث بتظهر عبلة. أنا هفضل وراك أطلع لك من كل شقة. أيوة يعني عايزاني أعمل لك إيه يا عبلة؟ عايزاك تتجوزني. وبتضغط عليه علشان يتجوزها على مراته الدكتورة مريم اللي هي نور اللي كانت بتعالج إبراهيم في فترة مرضه. إبراهيم استر يا رب. إيه؟ في إيه؟ هقول لكم شوية حاجات كده بشكل عام في المسلسل. أول حاجة، طول ما أنت بتتفرج على المسلسل بتحس إن أنت ليك كرسي معاهم على السفرة، اللي هي رمز للمة العيلة، وبتعيش معاهم قصصهم ومشاكلهم وبتحس إن هم شخصيات حقيقية قريبة لقلبك. طبعا مش محتاجة أقول ماجد الكدواني جماله في بساطته وقد إيه هو طبيعي. نموذج موجود في الحياة، يمكن يكون شبهي أصلا يعني. أما زينب ورمضان حريقة دول ضحك السنين، مثال للعيلة المسخرة. صورة فرحي كنت فرس. كنت ولا فرس النهر. من ناحية حساسية وطيبة وعياط زينب على أي حاجة. الحنفية اتفتحت اهي، اتفضل. أسفة يا أخويا، حقك عليا والله، العيال شغلوني ونسيت. خلاص أنا هعمل لك تورتة حبيبي تحبها، ده أنا هعملها نص كريمة ونص شوكولاتة. الله أكبر. ازيك يا حبيبتي؟ ما تعمليش في نفسك كده، خلاص بقى. هو في إيه؟ مش عارف. احكي لي بقى اللي حصل، احكي لي إبراهيم إيه اللي حصل؟ سارة هتبات عندنا. وطبعا فلحست وإفيهات رمضان حريقة. جميل العصير ده. انذر وان بليز. تحت امرك يا فندم. البنانا وزميلك بتاع ابو 25 جنيه هو اللي هيأزم لكم الدنيا. 250 جنيه ده يا حاج. ايه؟ احلف. اناف. وهما الاتنين العنصر الأساسي للكوميديا في المسلسل. إحنا دلوقتي هنروح فين؟ إحنا مفيش حتة نروحها. رنا رئيس بصراحة مش أحلى حاجة، نفس رد الفعل والعياط والشحتفة في كل الحلقات من الموسم الأول ولحد آخر حلقة في الموسم الثالث. وطي صوتك خالص عشان إبراهيم نايم ولو صحي ولقينا كده هيتوتر وهيخاف. طه الدسوقي لذيذ، وبشوف إن أحلى مشهد عمله لما كان متأثر وهو بيصور وقت الإعلان. يا استاذ يلا انا مبلول، واقف مبلول. طيب يلا كمان شوطين يلا. ماشي. أول حلقتين من المسلسل بصراحة ما كانوش أحلى حاجة، بس أفضل حاجة الإهداء اللي عملوه لمامة إبراهيم وزينب اللي توفت بعد تصوير الموسم الثاني. ابراهيم ابني اللي انا اعرفه كان الغريب يطلبه في حل مشاكله قبل فرحه، وهو كان يقف جنبه
ستك دي كانت بتفتكر بمزاجها وتنسى بمزاجها وتاخدها حجة بقى. مع بداية الحلقة الثالثة ولما ابتدوا يتنقلوا ويعيشوا في المستشفى بقى لذيذ. وانتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا بجد زهقت من العيشه دي. يا عم صادق يا عم صادق. وخصوصا الراجل الخطير بتاع وطي صوتك. حرام عليكم، انا عيان في وسطكم، بالراحه شويه. اهدى يا عم رضا، خلاص حقك علينا. بس سيبهم يا عبد ابراهيم، سيبهم يولعوا في الاوتيل ولا يولعوا فيا عشان ارتاح من الزمن. ما بس انت راخر بقى يا عم رضا بقى، انت شكلك اصلا سليم وقاعد بتتصلبط هنا، شكلك هربان من مراتك. انت هرشتني. شخصية خالد وغازي بصراحة ما حبيتهمش في الأول، وكنت حاسة إن هما بيدخلوا كده في النص بدون لازمة، بس أول ما ابتدت الأحداث في المسلسل حسيت إن هما دمهم خفيف وليهم دور مهم جدا في الأحداث باقي المسلسل. ما تقتلنيش، اخرس. مريم بموت في لسانها اللي عايز قطعه. اللي بيفكر في الموت ما بيعرفش يعيش، بعدين مين عارف حاجة، انت ممكن وانت نازل من عندي يهفك اتوبيس يشيلك. تحس إن هي بتدلق الكلام بجد. نور دمها خفيف ولذيذة جدا في المسلسل، غير طبعا إنها قمر. طول عمري الناس بتقولي انت لازم تركبي فلتر على بقك قبل ما تتكلمي وتقولي الكلام ده اللي بتقوليه كده من غير تفكير. رانيا يوسف اللي عملت دور عبلة اللي طلعت عين العيلة كلها، بصراحة دورها مكرر قوي. حل لي مشكلتي احل لك مشكلتك. شبه الدور اللي عملته في مسلسل اللعبة. بالنسبة لي مش أحسن اختيار. الولاد دول امهم متوفيه الله يرحمها، شيماء، عباس، دول عيلتي. ياسمين العبد اللي عاملة دور شيماء في المسلسل بجد بتمثل حلو قوي، فنانة 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 بجد هايلة. وطبعا جان رامز الطفل المعجزة بالبثبثة الخطيرة بتاعته دي. واللي هيفكر يجي جنبك أنا هصنفر له وشه. يا واد يا جامد. حاجة برضو غريبة جدا، مش عارفة كانوا ممكن يستفيدوا منها قوي في المسلسل وتفتح خط ومواقف كوميديا جديدة، وهي وجود الأطفال اللي هم ليلى بنت إبراهيم وإبراهيم الصغير ابن سارة وحسن. كنت بنسى أصلا إن هم موجودين في المسلسل. سمعت عنهم مرة كده وقت تغيير بامبرز، وشفت سرير البيبي وشوية لعب كده مرمية في البيت. كان ممكن يطلع من الحتة دي مواقف وكوميديا كتير جدا وحلوة قوي. ما عندكش تصوير النهارده ولا ايه؟ كان عندي 4 اوردرات نهار وخلصتهم كلهم نهار؟ وعملتهم كلهم؟ عملتهم كلهم والحمد لله، حتى كان في واحد في دبي. في كل حلقة تقريبا وفي الموسم الأول والتاني بنشوف ضيوف شرف كتير جدا لزاز ومهمين، ووجودهم بيحلي المسلسل. المسلسل من إخراج أحمد الجندي. حاضر. اللي بيظهر في أول حلقة مع معتز التوني. معتز خلاص. وبحب إن هم أصحاب في الحقيقة، رغم إن هم بينافسوا بعض في الإخراج علشان هم الاتنين بيخرجوا كوميديا. في ايه؟ احنا قلبنا اسود. تقول له بقى، اقول له يعني قلبنا اسود ولا ايه؟ ده احنا الدنيا حلوه. فبصراحة لو فكرت في أكتر 5 مسلسلات كوميدية بتحبها هتلاقي معظمهم إخراج واحد منهم إذا ما كانش كلهم. أنا بصراحة بحب المسلسلات بتاعتهم، بتضحكني فعلا ومش بحس إن هي كوميديا مستفزة أو دمها تقيل. نجمي المفضل، الحب، أنا؟ الفن، الشاطر، الموهوب، القمر. أنا؟ أيوة طبعا. وبشوف إنه من أصعب الحاجات إنك تعمل كوميديا وتضحك الناس فعلا، مش استظراف وبس. نهاية المسلسل من أصعب الحاجات علشان هي اللي بتفضل معاك وفاكرها، ويا تقفله قفلة حلوة تخليك مبسوط من كل المسلسل، يا إما هتقفلك أنت شخصياً من المسلسل كله. مدام عبلة عبد الجواد كسبت القضية اللي هي رفعها عليكم طردكم من الشقق اللي انتوا قاعدين فيها. فبصراحة ومن غير ما أحرق الأحداث، نهاية المسلسل كانت حلوة ومش متكروتة، مش اللي هو ايه ده اتفاجئنا اننا في اخر الحلقه يلا نلم الدنيا. وحلو فيها ان هي نهايه مقفوله مش مفتوحه، بس برضو يتعمل بعدها اجزاء كتيره عادي، بس على طول بقى، مش نستنى 50 سنه. ها باذن الله ربنا يقدرني وعوضك انت واخوكي عن كل اللي فاتكم يا بنتي. عندك تاني يا ابراهيم. اخر حاجه
في أغنية حلوة قوي لأحمد سعد هحط لكم منها حتة في الشورتس علشان الكوبي رايتس بتاعت الأغنية. يلا بسرعة اشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش فيديوهات لأهم الأفلام والمسلسلات اللي لازم تشوفوها زي مسلسل موضوع عائلي. وكفاية كده عشان أنا تعبت.